نبقى ببوجدور حيث تم استقبال واحتفاء من طرف السلطات المحلية والمجتمع المدني بالبطل محمد رضا القرنيسي الذي أبدع وتألق في بطولة المغرب والبطولة العربية بليبيا للمواي تاي، حفل تكريمي لمواصلة العطاء وتمثيل إقليم التحدي في التظاهرات الدولية. المزيد من التفاصيل في ريبورتاج محمد بتاح ومحمد شعراء. تحقيق الإنجازات لا يأتي بالصدفة ولكن بعمل تشاركي بين كل المتداخلين. السلطات المحلية ببوجدور وفرت كل الظروف المواتية لإنجاح هذه التجربة وإعداد بطل عن طريق البرنامج الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكان الاحتفاء بمحمد رضا القرنيسي هو بداية لما هو قادم من تتويجات لأبناء إقليم التحدي وتوفير البنى التحتية وكذا المسار الناجح لأي بطل واعد يعطي النتائج الإيجابية في كافة الأصعدة. وكانت هذه فرصة لإعطاء نموذج يحتذى به في هذا الإقليم. كنشكر الأب ديالي وكنشكر الجمعية الملكية اللي دعمتنا والأجواء اللي كانت في بطولة العرب كانت أجواء زوينة، ولكن كانت المنافسة قوية، كانوا احتكاكات، كانوا بطولة، كانوا دوك اللي لعبوا معنا كانوا متواجدين بطولة عالميين، ولكن الحمد لله شاركنا، جينا الرتبة الثانية بعد العراق. هذا احتفالية، ولكن كذلك نعيش جانب من الجوانب ديال الفلسفة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. الفلسفة هو أنه تم إطلاق مشروع في 2018 اللي هو مشروع مدير الدخل التعاونية. هذا الأثر المباشر يعني نجاحه على مستوى المدير الدخل، ولكن كذلك يعني هذا الطفل المتوج اليوم ترعرع ونما ويعني وصقل موهبته في هذا الفضاء اللي تم إنجازه من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فهذه هي الفلسفة المرادة من مشاريع المبادرة نقطف ثمارها اليوم. احتفاء واستقبال للبطل محمد رضا القرنيسي الذي احتل الوصافة في بطولة العرب بليبيا وبطل المغرب للمواي تاي. أكد من خلالها المبادرون لمثل هكذا تشجيع ومساندة وتشجيع على أن الأبطال في قمة العطاء بفضل تضافر جهود كل الشركاء.